مشهد لا يصدق. تماسيح عملاقة تساعد كلبا وقع بالنهر بدل من أكله، والخبراء لم يتمكنوا من معرفة السبب في تصرف التماسيح هكذا، علما أن الكلب كان فريسة سهلة لها. إليكم التفاصيل. مشاهد صادمة لكلب تحيطه به 3 تماسيح في النهر، وربما كان الكلب الضال الذي أحيط بسرعة ب3 تماسيح بمجرد وصوله إلى النهر يعتقد أنه لن يبقى على قيد الحياة لمدة دقيقة أخرى. ولكن في تحول مذهل للأحداث، قرر 2 من التماسيح دفع الكلب الضال الذي قفز في النهر هربا من مجموعة من الكلاب الوحشية إلى بر الأمان باستخدام أفواهها. ويقول الخبراء إنه بدلا من أن تلتهم الكلب الضال، قامت تماسيح المستنقعات بإرشاده بعيدا عن المكان الذي كانت تنتظره فيه مجموعة الكلاب التي تنبح على ضفة النهر في ولاية مهاراشترا غربي الهند. وكتب العلماء في تقرير لهم: كانت هذه التماسيح تلمس الكلب بفمها وتدفعه للتحرك للخروج من المستنقع من أجل الصعود الآمن على الضفة ثم الهروب في النهاية. وبالنظر إلى أن التماسيح كانت ضمن نطاق هدفها، وكان من الممكن أن تلتهم الكلب بسهولة، ومع ذلك لم تهاجمه واختارت بدلا من ذلك أن تساعده، ما يعني أن دافع الجوع كان غائبا. ولا يزال العلماء غير متأكدين من سبب عدم اعتبار تماسيح المستنقعات أكل الكلب فرصة لها، لكنهم يقولون إن تماسيح المستنقعات المعروفة باسم اللصوص ليست عدوانية دائما، وإن ذكائها العاطفي يمكن أن يكون ظاهرا في هذه الحالة. وقال العلماء إن التعاطف الذي يسمح لأحد الأنواع بتجربة مشاعر تجاه شخص آخر لم يتم التحقيق فيه لدى التماسيح اللصوص. وقالوا إن الحالة الغريبة للكلب الذي انقذته مجموعة التماسيح تبدو وكأنها تتعلق بالتعاطف أكثر من كونها سلوكا إيثاريا. وأضاف العلماء: لقد تم الاستهانة بالزواحف فيما يتعلق بالإدراك الحيواني.